احلى فراخ مشويه في الطين وخشينا بالمقادير. انت متخيل ان دي فرخه محايا يا جماعه؟ ما تقعدي ساكته يا حاجه، يا حاجه حترمي. بص يا معلم، النهارده هنعملوا لكم احلى طريقه للفراخ المشويه، تمام؟ انت هتضحك عليا. اول حاجه هنجهز التتبيله، نجيب الهاند بلندر، تنزل بصلايه مقطعه، وننزل برضه بطماطم مقطعه مربعات. طريقة الفراخ بالطين حتى احلى فراخ هتشوفها في حياتك. بالطين، احلى فراخ بالطين وخشينا بالمقادير. ايوه. وننزل بقرنين فلفل مولعين، وننزل بالزعزع بادي، شويه من توابل الفراخ، شويه كزبره مطحونه، وشويه كمون ابو عمو، وشويه فلفل اسود. عندك اي توابل تانية حطها، وعكو ليس كله كويس. ما يتاكل هيروح فين. كده نجيب الهاند بلندر بتاعنا ابو عمو، يا بسم الله. وهننزله بشويه بابريكا يا معلم، وهننزله بمعلقه سكر عشان تكسر الحموضه اللي في الوعاء، او برضه لو ما عندكش سكر ممكن تحط صباعك فيهم عادي. الفيديو دي لا في فر الغلابه ولا بتجاز الغلابه، في طير ربنا. في طير ربنا منه واليه نعود يعني. ونجيبوا الفرخه بتاعتني اللي اعطاهاني ابو يوسف وفخم علي ابو يوسف، احسن جزار في نقعد ربه. ونفتح في الصدر كده هو فتحه، نفتح الصدر زي كده هو فتحتين، وفي الوراق برضه نفس الحوار. يعني عايزك الشروح. وبص يا معلم، الطرف بتاع الجناح دي ملوش لازمه، يعني انا هفضل اشيله، والجناح برضه تديله غزه زي كده وتفتح في النص. وبعد ما كده شرحنا الفرخه من كل حته، من الوراك ومن الظهر ومن كل حته، هنجيب حاجه غويطه ابو عمو، تتبيله على الفيل، وتدلكها كويس مساج، تعمل لها مساج. لا مش حكايه الدلك، يعني تدخل الفراخ في الفتحات. تدخل الفراخ في الفتحات ولا تدخل التتبيله في الفتحات؟ ادخل قصد التتبيله في الفتحات. محمد اليومين دول هيقول كلام. ما كنت لبست كلوزات. كلوزات يا ابو، احنا عايشين بمبدا عك وليس كله كويس. المستشفى كده كده قريب علينا مش بعيد يعني. بص يعني حاجه فاخر من الاخر. وتجيب 3 4 بطاطسات صغيرين زي كده هو، وتكبسهم جواها. وبعد يا معلم ما كده هو نغنغناها في التتبيله كويس، نغنغناها، هنجيب كده ورق الزبده، ونشيل الفرخه بتاعتنا، ننزل بيها كده اهو. عاوزك تغلفها كويس جوه بورق الزبده. وبعد ما غلفناها كويس يا معلم بورق الزبده، هنخش عليها بورق الفويل. بص يا معلم، الفرخه بتاعتنا لازم تغلفها كويس عشان اول ما ننزلوا بالطين عليه مفيش حاجه توصل لها. احنا حطينا ورق زبده كتير، حطينا ورق فويل كتير. وكده يا معلم يلا بينا نجهزوا لنا جالوس طين نظيف عشان ندفنوا فيه. الحين نخرج عشان نعمل جالوس طين، والحته برضه اللي هتدفن فيها. وتعمل لك جالوس طين ابو عمو زي كده هو، وهنشيل الطين وفي الحته دي هنولع النار. ياي وكده يا معلم نولع فيهم. خش التليفون خش. جت مرحله الطين يا ابو عمو. هذه الفرخه بتاعتني، يا بسم الله، وهذا الطين منه اليه نعود. وهذه الفرخه بتاعتنا بعد ما جهزت ابو عمو. انت متخيل ان دي فرخه؟ يلا بينا على النار. شايفنا يا ابو عمو؟ هذه كده هو نزلوا بالفرويه في النص، يا بسم الله. هنقفلوا عليها النار دي كلها حواليها، وكده هنسيبوها من ساعه. وحانت اللحظه الحاسمه يا ابو عمو. هذه الفرخه بتاعتنا، يلا بينا نشوفوها. يعني ما تركزوش في المنظر اللي وراي، هنشيله بس السلوفان الاولاني وكده نسمي بسم الله ونفتحوها. ما تركزوش مع اللي ورايا ده بالله عليكم. اصل هنا كان المكان اللي عند الفرن كله شمس بصراحه، يعني واعي البدايه. وكده ابو عمو نسمي بسم الله وناكل اهي. واعيين الفراخ والله متبشر ادوق خالص، والله مستويه و10/10 يعني واقعها. اوبا بصوا اهي الفراخ مستويه تمام، بس هي مشكلتها انها مش محمره. هدخلها الفرن بتاع 10 دقائق بس وشها يتحمر وخلص الحوار. وادي بعد ما اعطيتها وش تحمر في الفرن. حاجه معلم بالصلاه على النبي، واهم حاجه ما تركزوش في اللي وراه. ماشي. واهم حاجه يا جماعه ما تقعدي ساكته يا حاجه، يا حاجه حترمي بس دقيقه. واهم حاجه يا جماعه تروح تعملوا متابعه على الصفحه بتاعت الفيس، هتلاقوا اللينك بتاعها في البايو. تمام؟ عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو. صلى على النبي. سلام يا غالي.